مع كل اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، يخرج من يحاول إعادة النقاش من جديد وفتح آفاق لمعارك وبمباركة من قوى خفية تختفي كثعلب محمد زفزاف. من يمثل من؟ هل لهذه القوى الخفية قدرة على الصمود في مواجهة وعي يظل متمسكا بالمشروعية وشرعية المطالب؟ إنها مجموعة من الأسئلة التي تطرح حاليا وبإلحاح بعدما تأكد لنا فقدان البوصلة لصالح الاتجاهات الفوضوية التي تراهن دائما على خطف الاستحقاقات وتبنيها لأسباب سياسية. وقد قدر لنا التعرف على شكل الخطاب الرائج واغلب مفرداته التخوين والتنمر والاستخفاف. وبلباس الدفاع عن عدالة قضية نساء ورجال التعليم تشكل من جديد خطاب المظلومية، وتبلورت مشاعر كئيبة تخنق العمل النقابي الرزين. وعندما بدأت الدولة والوزارة الوصية على القطاع التفاعل الإيجابي مع المحطات النضالية، ظهرت فجأة صناعة اليأس لتجدد عهدها على إفشال كل السياسات الداعية لإعادة الأمور إلى طبيعتها وفتح الباب أمام حلول سليمة ذات أهمية للجميع. ولكن كعادة قوى الأمر لا يعجبها لا الاصطياد في الماء العكر، وهكذا بعد اتفاق جنبر بين الحكومة والتمثيليات القانونية والدستورية برزت شعارات وأد التجربة قصد إفشالها، ومع كل اتفاق تعلو أصوات تدعو للمزيد من الصمود وكأننا في معارك حربية. من يتحمل فقدان البوصلة؟ على نساء ورجال التعليم إظهار المزيد من الوعي بأهمية القطيعة مع خطب اليأس والانحراف، فلا مجال هنا للسماح بمن فقد الوجود السياسي ليركب على مطالب الشغيلة. ما ينفع توجيه اللوم للدولة بضرورة الانفتاح على تيارات سياسية مرفوضة بسبب انغلاقها وعدم قدرتها على التجاوب مع معطيات الواقع السياسي الذي يحمل لغة التدافع والمنافسة مع المحافظة على الدولة. مطالب نساء ورجال التعليم عادلة، وجلوس النقابات التي تمثل الواقعية النضالية يسرع بحل كل القضايا مع توفير مناخ يتسم بالوضوح. نجدد هنا التأكيد على أهمية إبقاء التلاميذ بعيدا عن المعارك التي يراد تسيسها، أتم ذلك من خلال وجود عناصر من الاتجاهات العدمية